واحنا لسه معاكم ومصر احلى، والصيف جميل في مصر بالرغم من ظاهره الاناديل الحقيقه اللي هاجمت شواطئنا. ويمكن وزاره البيئه اصدرت بيان رسمي وعده بيانات الحقيقه بتفيد بان هذه ليست ظاهره جديده، ولكن على كل الاحوال يعمل ايه المصطاف اذا تعرض لهذا المخلوق البحري هو او اطفاله؟ ايه هي الاسعافات الاوليه اللي ممكن يتم يعني عملها لاي شخص يتعرض للدغ القناديل؟ معنا دلوقتي على الهواء دكتور مجدي بدران، استشاري المناعه والحساسيه. مساء الخير دكتور مجدي. الو، اهلا بحضرتك معنا يا دكتور مجدي على موجات الشباب. ايه راي حضرتك في ظاهره انتشار القناديل، وهل فعلا هي ممكن تسبب بعض الحالات الصحيه الخطيره كما اشيع، ولا دي مجرد اشاعات يعني؟ بس انا عايز اوضح حاجات بس شويه. ان احنا دلوقتي الحر اللي احنا فيه دلوقتي وتغير الحراره والجو الحار والرطب، كل ده ماشي في برنامج واحد اللي هو الاحتباس الحراري وتغير المناخ. ده ادى الى ظواهر جديده في العالم، من ضمنها ظاهره انتشار وتكاثر ودخول القناديل مش بس في المياه المالحه في المحيطات او البحار او البحر المتوسط. يعني كل منطقتنا، الدول اللي حوالينا كلها من اول اسبانيا، اليونان، تركيا، اسرائيل، كلنا عندنا الحكايه دي. واحد. اثنين، في منطقه البحر المتوسط الحمد لله ما فيش حاجه سامه، يعني ما فيش حاجه مميته او في حاجه خطره. ثلاثه، ان مع عدم العنايه بميه البحر، اللي بيرمي اكياس بلاستيك، اللي بيرمي قمامه، اللي بيرمي صرف صحي زي بعض الدول، يعني في دول جنبينا اسرائيل فيها صرف صحي بيصرف دلوقتي في بعض المناطق. فكل ده بيزود تكاثر وكميات القناديل. واحد. حاجه ثانيه، في بعض حتى دلوقتي موجوده في بعض الانهار في بعض دول العالم، في امريكا نفسها في بعض الانهار اصبحت موجوده. الحمد لله في منطقتنا مش سامه ومش مميته، ولكن الموجود دلوقتي هيبقى في بعض الحساسيات عند ناس عندها استعداد. يعني حضرتك يا دكتور بتقول ان هذه الانواع اللي بيتم تداول صورها اللي لونها ازرق وما شابه مش سامه زي ما الناس بتقول ومش مخيفه بيلخبط. مفيش حاجه سامه، بس برضه في ثبت ان بعض السيدات البيوت في بعض المناطق يقولوا احنا بناكلها وبنعملها المرأة المصرية ما بتفوتش حاجة. لا بس لحظة ممكن هتعدي المرة دي، بس ما فيش حاجة مضمونة. طبعا فيها بعض الأنواع تجي لنا قاتلة، وممكن تيجي بعض السفن شريرة. صحيح. تيجي سفينة شريرة ماشية في البحر ترمي لنا شوية حاجات، وبعد تلاقي بعد كده منطقة يعني لازم التنويه ان هذه المخلوقات ليست للاستخدام الآدمي، يعني مش لازم ناكلها يعني. مع ان في بعضها بيتاكل وبعضها فيه الاوميجا 3 وبعضها فيه حاجات بيقولوا فيه حاجات يعني مهمة ولكن خلينا في الاسماك بتاعتنا المضمونة احسن. تمام. طيب بقى، لكن بقى احنا هيحصل ايه دلوقتي طبيا بقى لو حصل لا قدر الله لسع للقناديل ونعمل على طول بنروح مطلعين يكون عندنا الخل، عندنا الليمون، عندنا اي بعض اللي هي الادويه الحساسيه البسيطه، بعض السقسقات المعتاده، وبتاخد ادويه الحساسيه. ولو العمليه مش قادره تسيطري عليها بتروح لاقرب طبيب. في بعض الابر بتتاخد على طول للطوارئ عشان ما تستفحلش. اللي بيحصل في بعض الحالات النادره اللي ممكن يحصل التهابات فعلا ممكن مكانها في وقتها او بعد حوالي من يوم ويوم ونص. يعني طيب يعني معيار ان انا اتحرك على اساسه ايه يا دكتور مجدي وحضرتك يعني كطبيب ومتخصص؟ يعني استنى لغايه قد ايه؟ هل مثلا ارتفاع حراره الجسم؟ هل تورم المكان؟ عشان خاصه الاطفال الصغيرين اول ساعه بنلاحظ دلوقتي يعني بتغسليها بالخل وبالليمون. نعم. ما فيش داعي الميه العاديه دلوقتي، وبتبعديه عن المكان ده ومكان يكون مظلل، وتلاحظيها كل شويه. لو لاحظت الورم عمال يقل، لو في حتى ممكن نجيب نشا وشويه ميه ونحط ميه ساقعه، ميه برده تحطيها كمادات ثلج وتشوفي والله شايفه الورم عمال يزيد، الطفل عمال يصرخ، عمال يهرش اكتر، الورم بيرتفع، سطح الجلد لا على طول اتحرك لاقرب مستشفى. لكن احنا عملنا حاجات دي ولو خدنا جرعه بسيطه باي مضاد للحساسيه سهل جدا. انا مش عايز اقول الاسامي كلها متداوله، هتفضل ان شاء الله الامور مسيطره. وخلي بالنا برضه اما نيجي ننزل برضه المفروض الناس الكبار يبصوا على الميه في الاول ايه اللي موجود وهكذا. ومن هنا ورايا عشان السنوات الجايه يا سلام احنا ما نرميش اي قمامه ولا بقى عبوه بلاستيكيه ولا كاس بلاستيكيه، لان الاكياس البلاستيكيه اتضح فعلا عملت مشكله في البحر المتوسط. ان في حاجه اسمها الترسانه البحريه او السلاحف البحريه دي ابتدت تاخدها اللي هي بتتغذى على القناديل، بتموت انت كده. يبقى دي مشكله كبيره جدا، وما عندناش حيتان بتغذى عليها. يبقى انت كده عملتي نوع من اختلال التوازن البيئي، وبالتالي بنحصد ثماره دلوقتي. تمام. شكرا دكتور مجدي بدران على ايضاح الصوره. يعني الموضوع مش محتاج هلع ولا ذعر زي ما موجود على السوشيال ميديا، يعني ممكن تداركه وممكن تحجيمه. يعني موجود في كل جيراننا، من اول اليونان واسبانيا وتركيا. شكرا دكتور مجدي، واهلا بحضرتك دايما معانا على موجات الشباب.